السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم نذاكر ازاي في شهر رمضان. يلا بينا. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. كل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان كريم علينا وعليكم، ربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال. شهر رمضان جاي على طالب الثانوية عامة، وخلي بالكم ان بعد شهر رمضان عندنا العيد، وبعد العيد عندنا قرب الامتحانات، خلاص هنبقى داخلين على مراجعات ليالي الامتحان. وطبعا مراجعات ليالي الامتحان ليها نظام تاني مختلف نبقى نقوله ساعتها، ولكن دلوقتي شغلنا هو ازاي هنذاكر في شهر رمضان. ولازم طبعا نتغلب على موضوع المسلسلات والحاجات اللي بنتفرج عليها، لازم نتغلب على ان احنا نملى بطننا على الاخر عشان نعرف نذاكر. لازم نتغلب على حاجات كتير في شهر رمضان، ولكن احب ابشركم فانتوا هتلاقوا ان رمضان اللي بعده تقدروا تعوضوا الكلام ده كله وتقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. ولكن خلي بالنا ان شهر رمضان ده هو شهر هيحصل مرة واحدة في حياتنا، لازم ناخده بجدية جدا، لان الشهر ده جاي فيه ثانوية عامة وخلاص قرب الامتحانات، فلازم نركز كويس جدا ازاي نستغله قدر الامكان. وجاي ابشركم برضو بحاجة تانية، ان شهر رمضان لو استغلناه صح فهو يفرق معانا جدا جدا، وهتلاقوا ان انتوا بتذاكروا فيه وانتاجيتكم اضعاف اللي انتوا كنتوا بتنتجوه في الايام العادية. ففي شهر رمضان عندنا طريقين، كل واحد بيشوف الطريق الانسب له. الطريق الاول وهو الطريق للناس اللي بتحب تذاكر الفجر، وده اللي انا كنت بطبقه مع نفسي. ايه النظام ده بالظبط؟ النظام ده بيبدأ بالنوم من بعد صلاة التراويح. يعني ايه النوم من بعد صلاة التراويح؟ احنا فطرنا الفطار بتاعنا على المغرب، بعد المغرب خلاص رحنا على العشاء، ومن العشاء صلينا التراويح، وبعد التراويح رجعت نمت. طب هنام لحد امتى؟ هنام لحد السحور، يعني هنام حوالي 6 أو 7 ساعات على حسب التراويح هتخلص امتى عندكم وهتصحوا امتى للسحور. فهنام من 6 ل 7 ساعات، ودي ساعات كويسة جدا جدا للفترة دي. هصحى اتسحر، ولو عايز اشرب قهوة او اشرب شاي او اشرب حاجة قبل ما الفجر يأذن. خلي بالكم ما تزودوش الكافيين لان الكافيين هيعطشكم، فممكن نشرب حاجة صغيرة، لو كوباية قهوة مثلا صغيرة لو انتوا لازم تشربوا قهوة، او كوباية شاي او اي حاجة من دي قبل الفجر. وبعد كده نبدأ نذاكر من بعد صلاة الفجر لحد الظهر، يعني عندكم تقريبا حوالي 8 ساعات مذاكرة، وده رقم كبير جدا جدا للمذاكرة بتاعتكم. بعد كده ممكن لو عايزين كمان ما تذاكروش تاني الفترة اللي بعدها خلاص عادي جدا، ولكن زي ما بقول لكم انتوا عندكم 8 ساعات من الفجر لحد الظهر. ال8 ساعات دول كلهم بركة، كلهم انجاز، هتقدروا تحصلوا فيهم كم كبير جدا. طبعا ال8 ساعات مش بناخدهم مرة واحدة، ولكن احنا بنقسمهم على حسب انتوا بترتاحوا لطريقة البومودورو، او على الاقل اللي هو مثلا ساعة 10 دقايق او ساعتين، يعني انتوا بتظبطوها زي ما انتوا عايزين، ولكن ال8 ساعات اكيد مش بناخدهم مرة واحدة. وبعد كده عندنا من الظهر للعصر، ده تقدروا تستغلوه في فترة الحل. خلي بالكم ان انا بفضل في رمضان ان احنا كل ما بنقرب على المغرب كل ما تخلوا الحاجات اللي ما فيهاش تفكير اكتر. يعني ايه؟ يعني انا بفضل ان من بعد الفجر، وبالذات كمان ان احنا في المراجعة النهائية او داخلين على المراجعة النهائية، فلما تبداوا مراجعه نهائيه انا بفضل الفتره بعد الفجر دي تبقى لحل الاسئله او حل الامتحانات او اي حل عندكم، اي حاجه محتاجه تشغيل دماغ فتخلوها الصبح بدري، تخلوها الساعه 9 الصبح مثلا. الفترة دي بتكون فترة حلوة جدا للحل، لان الفترة دي ما بتكونش لسه متسحر فيها، فبطنك مش مليانة قوي، ولا بتكون قربت على المغرب فانت جوعت ومحتاج تاكل اي حاجة او تشرب اي حاجة. فخلوا الحل تقريبا في الساعة 9 الصبح، قبلها يبقى محاضرات، بعدها يبقى محاضرات او حصص. والفترة اللي من العصر للمغرب دي انا بفضل ان انتوا سواء تقروا القرآن او هتقعدوا في المسجد او هتعملوا اي حاجة دينية، لان الفترة دي فترة صغيرة، وفي نفس الوقت انت مش هتبقى قادر تعمل حاجة، لان هيبقى المغرب قرب وهتبقى جعان وعطشان وما عندكش طاقة تعمل حاجة فيها مجهود ذهني. وبعد كده المغرب يأذن نفطر، والفترة اللي ما بين المغرب والعشاء دي اصلا يعتبر ما بنعرفش نعمل فيها حاجة لانها فترة صغيرة جدا، وبتضيع بقى في القطايف والكنافة والحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم اهم حاجة ما تتقلوش في الاكل، سواء انت هتنام بعد التراويح او هتذاكر بعد التراويح، لسه الطريق التاني هنقول عليه، ولكن لازم ما تتقلوش في الفطار. طيب الطريق التاني هو ان احنا هننام عادي الفجر، من بعد الفجر تنام لحد تقريبا قرب الظهر، وهتبقى نمت فترة كويسة، تقريبا تنام لحد الساعة مثلا 9 أو 10، فأنت هتبقى نمت حوالي 7 ساعات تقريبا. ف7 ساعات دول كويسين جدا برضو تنامهم. بعد كده تصحى تقدر تذاكر لحد العصر، مذاكرة تقريبا حوالي 4 ساعات. وبعد كده من العصر للمغرب نفس الكلام، خليها حاجات دينية أو تعبدات أو حاجات زي كده تكون مش محتاجة مجهود كبير منكم. وبعد كده المغرب هتفطر، وبعد كده العشاء والتراويح، ومن بعد التراويح هتذاكر لحد الفجر
او لحد قبل الفجر بشويه صغيرين، اللي هو لحد ما تيجي تتسحر. فانت سواء خدت الطريق الاول او خدت الطريق الثاني، فانت عندك من بعد التراويح لحد تقريبا السحور يا اما هتكون نايم فيهم يا اما هتكون بتذاكر فيهم. وزي ما قلت لكم استحملوا رمضان، ده هو شهر وهيعدي، وبعد كده هتلاقوا ان رمضان الجاي هتستمتعوا بيه وهتبقوا اهدى نفسيا واهدى في التوتر ده كله. ولكن هي سنه وهتعدي وخلاص، هانت الموضوع قرب جدا ان انتوا خلاص هتمتحنوا، والسنه هتبقى عدت وهتبقى ذكريات، وهتقعدوا تقولوا ان ثالثه ثانوي دي كانت ايام، وهتخشوا في الكليه وهتتمرمطوا في الكليه. ولكن خلينا ما نسبقش الاحداث، خلينا دلوقتي في ثانويه عامه نختار النظام بتاعنا. انا بفضل النظام بتاع الفجر، لان النظام بتاع الفجر كنت بمشي عليه وكان بيريحني اكتر. اختاروا النظام اللي يعجبكم. رمضان ان شاء الله شهر البركه، شهر هتلاقوا فيه ان الدراسه بتاعتكم سهله وبسيطه، وهتلاقوا ان انتوا بتحلوا اسئله كتير وبتراجعوا كويس جدا. خلي بالكم ان انا كنت نزلت لكم الفيديو بتاع كتب المراجعه النهائيه، تقدروا تشوفوها هتلاقوها على القناه. ولو عايزين اي فيديو او حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال او اي استفسار ارد عليكم كلكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.